يا مساء الهنا والسعادة على عيونكم، يا رب تكونوا دايما بخير. احنا في شتاء والجو برد وعايزين حاجات تدفينا. مفيش أجمل من الشرب بأنواعها كلها جميلة، وخاصة شوربة الخضار. كلنا عارفين إن هي القيمة الغذائية بتاعتها عالية في السماء. المشكلة إن معظم ولادنا ملهمش في شوربة الخضار قوي. أنا بقى المرة دي هغير لكم الفكرة تماما والطعم كمان، لأن هضيف لكم مكونات وهقول لكم على الطريقة اللي هتخلوهم يحبوها بعد كده بيها وهيدمنوها كمان. يلا بينا نبدأ ونشوف إيه سر الإضافات وإيه سر الطبق الجميل العظمة ده. يلا بينا نبدأ. هنسمي الله ونبدأ على طول. معايا تشكيلة حلوة كده من الخضار اللي موجود في السوق في الوقت ده. يعني طبعا احنا في شتاء والخضار فيه كتير الموسم بتاعه، فشكله بقى يعني اللي موجود هاتوه. الفاصوليا الخضراء موجودة بكترة اليومين دول، وأي حاجة لونها أخضر معروف إن هي غنية بالفيتامين والمعادن والأملاح، فأنتوا بقى شكلوا وكتروا، لأن كل ما كان الألوان كتير كل ما كانت القيمة الغذائية عالية. هجيب الفاصوليا واقطعها قطع صغيرة، انا مش هقطعها قطع كبيرة لان انا قلت لكم هنعمل كده خطة عشان نغير فكرة ولادنا عن الخضروات. اول خطوة هنبدأ بيها مع بعض ان احنا هنصغر حجم الخضار. كل ما كان حجمها صغير كل ما تقبلوها، يعني ممكن يكون عندهم فرصة ان هم يدوقوها يشوفوا طعمها ايه، وطبعا الاحجام الصغيرة هتعجبهم اكتر. تعالوا بقى نشوف الكوسة. انا جايباها كلها حجم صغير، يعني طول صباعي بالظبط، بس انا جبت واحدتين كده على جنب. هقول لكم عملناها مع بعض ازاي. بنجيب بقى سكينة مشرشرة بالشكل ده وابتدي اخد خطوط كده اديها شكل يعني، بس مش اكتر من كده. طبعا الخضروات دي كلها انا غسلاها قبل ما اشتغل فيها، وهشيل الاحرف بتاعتها، وبقت جميلة وصغرت اكتر كمان. يعني شايفين جميلة قد ايه؟ طعمة جدا. تعالوا بقى نقسمها نصين، والنصين هنقسمهم كمان نصين. بصوا هنحددها من فوق بالشكل ده كده. مهما كان حجمها صغيرة، مهما كان حجمها صغير، لان انا ناوية الخطة بتاعتي ان الاحجام كلها بتاعت الشوربة تبقى صغننة وجميلة ومسمسمة كده. وهقص الباقي بنفس الشكل. الكوسة غنية جدا بالألياف اللي بتساعد على الهضم، وطعمها حلو وكلنا بنحبها. الجزء اللي ما بيحبهاش بقى انا قلت لكم هنحببه فيها ازاي. شايفين؟ هنعمل كله بنفس الشكل ده كده. دي اول خطة، الحجم يبقى صغير. لان الخطة التانية ان احنا هنضيف نكهات، يعني النكهات دي هتغير من طعم الخضروات دي تماما. هتحبوها، النكهات دي محبوبة للناس كلها. يعني عايزة اقول لكم ريحة الشوربة وهي على النار كأنك داخلة تاكلي في مطعم كبير بجد. من جمالها ريحتها كانت تجنن، وطعمها كان اجمل بكتير. وطبعا ده كله يرجع لسر الاضافات اللي احنا هنعملها او نضيفها واحنا شغالين مع بعض. نيجي بقى للجزر. الجزر مهم جدا، بيقوي النظر زي ما بيقولوا، قيمة غذائية عالية جدا جدا. واجمل حاجة ان معظمنا بيحب ياكله جدا فريش، كبار وصغيرين مختلفش على الاتنين. نقطعه بقى كده وناكله يعني سناكس كده مع فيلم واحنا نتفرج عليه ولا حاجة. انما حتة انك تسويه على النار هي دي الفكرة، مش كل الناس متقبلاها للأسف، وخاصة ولادنا الصغيرين. عشان كده عايزين نغير لهم الفكرة دي خالص. هنقطعه بقى قطع صغيرة كده، وهنديله بقى شوية لمسات كده مننا عشان نغير النكهة بتاعته ونحليها اكتر كمان. بالنسبة بقى للناس اللي ما بتستخدمش ايديها وهي شغالة كده تستخدم قطاعة، ما عندناش اي مشكلة. نيجي بقى للبطاطس. ثمرة بطاطس واحدة كفاية قوي قوي يا جماعة. زي ما انتوا شايفين هي يعني بنت ناس شوية، يعني فاميلي سايز كده، حجم عائلي. فعشان كده هنبتدي نقطعها شرايح طولية زي ما انتوا شايفين كده، وكل شريحة قطعتها نصين عشان اصغر حجمها وعشان اوحد الشكل كمان. العين بتاكل الاول، وفي نفس الوقت التسوية تطلع كلها مظبوطة، تستوي في نفس التوقيت. الحجم بيفرق جامد. طقم السكاكين ده عزيز عليا، كان جاي لي منه الوان. هو جميل جدا وسريع معايا، عشان كده بقول لكم السكاكين الصغيره دي هتنفعكم في التقطيع. اختاروها قبل اي حاجه تانية، وحاولي تشتغلي بايدك لانها توفر عليكي وقت وجهد جامد جدا. بالنسبه بقى للخضروات بتاعتي، الطبق بتاعي بقى جاهز، تحفه فنيه زي ما انتم شايفين. وفي كمان اضافه تانية، انا ما بنساش حاجه هوريها لكم واحنا شغالين. قوطه شيري، وكمان معايا الكرفس، مفيد ومهم جدا جدا. وده من الإضافة الرئيسية والأساسية في الوصفة بتاعتنا، لأنه فعلا هيغير الشكل والطعم وكل حاجة. تعالوا بقى نقفلها كده. أنا هحاول أعملها فيونكة عشان تدي بس تست للشوربة. في ناس كتير بتجزع أو ما بتحبش الخضروات كتيرة في الشوربة أو ما بتحب تاكلها، فأنا عايزة أراضي كل الأذواق. وبكده الطبق بتاعي بقى جاهز بالشكل الجميل ده. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. صدر فرخة، وهبتدي بعد ما غسلته طبعا كويس جدا بالليمون والملح وصفيته، هبتدي اقطع الصدر اتنين، والجزء هقطعه شرايح طولية بالشكل ده. وبعد كده اقطعه مكعبات يعني قريبة لشكل وحجم المكعبات بتاعة الخضروات، عشان الشكل طبعا هيبقى عليها يعمل كبير جدا. ممكن تقطعوها شكل شاورما، مفيش اي مشكلة، دي حسب ما انتوا حابين، دي ترجع لكم انتوا. بس الشكل ده بجد هيبقى مناسب للوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة. وهكمل الصدر التاني بنفس الطريقة دي كده.
عايزة اقول لك صدور الفراخ في الغلا اللي احنا فيه ده، فممكن تستغني عنها. انت ممكن تسلقي فرخة عادية في شوربة وتاخدي الشوربة بتاعتها تشتغلي بيها، مش لازم يبقى فيه فراخ اساسا. ممكن تستغني عنها تماما، ما يكونش فيه شوربة فراخ، كمان تستخدمي مكعب، بتبقى حلوة جدا في كلتا الحالتين. تعالوا بقى نشوف هنعملها مع بعض ازاي. حلة على نار عالية، شوية زيت صغيرين، معلقة سمن بلدي أو زبدة زي ما انت تستخدمي، وعلى نار عالية. بعد ما سخنت هنزل بالصدور بتاعتي. ليه بعد ما سخنت؟ عشان أنا عايزاها تاخد صدمة، والليمونة دي طبعا بتغير مجرى طعم الشوربة دي تماما، بتخليها تحفة. الصدمة دي هتحتفظ الفراخ بالعصارة اللي بتبقى داخلها، تبقى جوسي كده وما تنشفش مننا وتتشمع بسرعة. وننزل بعد كده بالبصل بتاعي مكعبات. طبعا أنا عايزة يعني القيمة الغذائية تبقى عالية، فحطيت بصل أبيض وبصل اللي هو الأحمر أو الموف ده، بيدي طبعا قيمة غذائية عالية. كل ما لولنا كل ما خدنا قيمة أعلى. وبعد كده شايفين بعد ما قلبناها لقيناها اتشمعت من غير ما ننزل اي عصارة. هننزل بقى ببهاراتنا: ملح، فلفل اسود، ورق لوري، حبهان، مش اكتر من كده. هي دي المكونات الرئيسية للشوربة. وهقلب ده كله على نار عالية. وبعد كده هنزل بالمية المغلية، أي مية مغلية عندنا من الكتل، وهننزل بيها عشان تسرع عملية التسوية، وكمان بتفرق جدا في طعم الأكل، بتغيره تماما. تعالوا بقى نشوف البوكيه جارنيه بتاعنا. أنا مسمياه كده لأنه فعلا تحفة فنية جميل. شايفين بقى الأحجام كلها صغيرة قد إيه؟ الجزر حجمه قد حجم الكوسة، قد حجم كمان البطاطس، كلهم أحجام كده متساوية قريبة من بعض عشان الشكل بيفرق جدا. كمان الفاصوليا كلها جميلة جدا. الكرفس، القوطة الشري جميلة جدا ما شاء الله. بجد الطبق يجنن. مش هستنى ما المية تغلي لان هي اوريدي غليت قبل كده في الكتل، فهنزل عادي بالخضار بتاعنا بالتدريج بالشكل ده: بطاطس، كوسة، وبعد كده هنزل بالكرفس، الجزر، كل المكونات هنزل بيها بالشكل ده كده. نيجي بقى للبسلة. انا ما نسيتهاش، انا قلت لكم هنزل لكم المكون التاني، بس انا كنت مفرزاها غسلتها كويس ونزلت بيها. وبكده الطبق بتاعنا بتاع النهارده بقى جاهز، بس هو ناقصه حاجه بسيطه جدا، لان انا عايزه احوله من طبق لذيذ لطبق متكامل كمان، يعني دي تبقى وجبه متكامله. هنزل بمعلقه من السكر ومكعب من المرقه. انا مش عايزه اي اضافات تانية، انا عايزه ادي شوربه تسكيره كده من نوع خاص، وهغطي عليها واسيبها على نار متوسطه تكمل سواها. نيجي بقى الخطوه الثالثه والاخيره: شويه زيت، مكعب من السمن البلدي او الزبده في طاسه او حله اللي انتوا عايزينه. بعد كده هنضيف لها شويه من الشعريه. انا عايزه احول الطبق ده لوجبه متكامله، احط فيها نشويات اللي هي الشعريه، وفيها خضروات، وفيها كمان بروتينات. يعني الطبق ده مش هناكل جنبه اي حاجه تانية، بس انا عشان عندي اطفال زودت الشعريه عشان هعمل منها كوبايه رز كده للولاد. هنزل بقى ب3 معالق كبار بالظبط، ادي اول معلقه، التانية، التالتة. اوكي. وفي الاخر خالص بعد ما جهزت بضيف لها قطيتين مكعبات صغيره كده. بضيفهم في الاخر ليه؟ عشان ما تلونليش الشوربه ويتغير لي من لونها، انا عايزه احتفظ بلونها الجميل. وبعد ما بتغلي اول غليه من اضافه القوطه بطفي عليها على طول كده، بقت جاهزه معايا، وبشيل الطبقه الخفيفه اللي على الوش. ما شاء الله، دي اسهل واسرع شوربه ممكن تعمليها، بتاخد بالظبط من 10 دقايق لربع ساعه في التسويه. شايفين جميله قد ايه؟ عايزه اقول لكم الريحه قلب الدنيا، الشقه مقلوبه. ريحه المطاعم في بيتي، طعمها ولونها وشكلها، وولادي ادمنوها. انا عايزه اقول لكم ما كانوش بيحبوا شوربه الخضار خالص، بعد الاضافات والطريقه الجميله دي ابتدوا ياكلوها بطريقه غير عاديه، بقوا هم اللي يطلبوها مني. تعالوا نقدم طبقنا الصحي اللذيذ بشكل جميل. زي ما انتم شايفين، كتروا من الشرب في الشتاء لان هي صحية ولذيذة، وكمان بتدفي في البرد ده. وبكده فيديو النهاردة انتهى، طبقنا الجميل بقى جاهز معانا. انا جوعت، هروح اتغدى بقى. اسيبكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. كانت معاكم صبا العرايشي، باي باي.